من بعد كده قالوا لهم على حكاية الخبيئة وخدوا الشرطة وودوهم مكان الخبيئة. في الوقت ده بقى انتشرت إشاعة إن في كنز مليان بقى لولي ومرجان وذهب وألماظ وحاجات كتيرة قوي، وإن ده هيتباع بفلوس كتيرة قوي. فالسلطات خافت من الموضوع ده وخدت المومياوات وكل الآثار وشحنتها على مراكب وودتها المتاحف في القاهرة. ولكن في سنة 1906 هوارد كارتر اكتشف مقبرة حتشبسوت اللي موجودة في وادي الملوك، ولكن ما لقاش أي موميا خالص، وفضلنا مش عارفين فين موميا حتشبسوت لغاية القرن 21. المتحف المصري كان بيعمل مجموعة من الفحوصات على المومياوات من 2005 لغاية 2007، وهما بيعملوا الفحوصات دي في ليلة من الليالي زي حواس قال آتوا الآنية الكانوبية اللي مكتوب عليها اسم حتشبسوت. للي ما يعرفش ايه الآنية الكانوبية دي، هو إناء بيكون محطوط فيه أحشاء المتوفي.